اللي احنا كنادي الزمالك بنقعد نتحارب من كل الناس، الناحيه الثانيه انت كل الناس بتساعدهم وده مش طبيعي. فلازم الناس في الدوله تساعدنا شويه وتقف معانا الزمالك. كابتن شيكابالا بيقول ان الطرف الثاني الناس كلها بتساعده، ومش معقول الدنيا كلها بتساعد طرف واحد وما بتساعدناش، عايزين الدولة تساعدنا شوية. انا بقى من هنا يا كابتن شيكابالا جايب لك كل حاجة بالدليل وبالارقام، وعايز راجل يرد عليا، يعني عايز راجل كده بيفهم في الكورة يرد عليا، عشان كفاية هقص وكفايه ضحك على الدقون وكفايه نصدر للناس نظريات المؤامره. تعالى بقى نتفرج على الناس اللي بتساعد الطرف الثاني، ويا عيني دايما بيحاربونا ودايما احنا بنتحارب وعايزين الدوله تبص لنا شويه. نادي الزمالك مديون لاتحاد الكوره باكتر من 60 مليون جنيه، وممنوع ان هو يأيد لعيبه جديده غير لما يدفعهم، وفي النهايه بيأيد وهو ما دفعهمش، واتحاد الكره سايبه ومش سايب النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيتعاملش زيه. بس في الاخر نقول ايه؟ عايزين الناس تبص لنا شويه، عايزين الناس والدوله تبص للزمالك شويه. طب انا عايز اسال سؤال، النادي الاهلي دافع 6.9 مليون دولار في صفقات جديدة جايبها من حر ماله، احنا دافعين 6.5 مليون دولار علشان ندفع غرامات لعيبة للفيفا عشان وقف القيد ونعرف نأيد. 6.5 مليون دولار واحنا ما بناخدش بطولات ولا بيخش لنا اي عائد، وكل ده ونقول ايه؟ احنا مش متساعدين وعايزين الناس تساعدنا شوية. طب تعالى بقى، هي برضو الناس والجهات والدولة هي اللي ما خلتناش بنروح نجيب صفقات بندفع فيها زي ياسر حمد اللي عمل لنا ايقاف قيد للمرة الثالثة على التوالي، راجل ما لعبش 118 دقيقة في 3 مباريات وعليه 1.5 مليون المفروض ندفعهم له فتوقف لنا القيد؟ هما الناس والدولة هي اللي خلتنا نعمل كل الكلام ده، ولا احنا اللي بنروح نجيب صفقات وندفع فلوس في صفقات بتترمي في الارض؟ ولا يمكن الجهات دي اللي احنا محتاجينها تساعدنا هي اللي خرجتنا من الكونفدرالية؟ ولا هما اللي خلونا ما ناخدش الدوري؟ ولا هما اللي خلونا في العاب الصالات كلها نطلع بموسم صفري في كل البطولات؟ في الاخر نقول ايه؟ الطرف الثاني في حد بيساعده واحنا ما حدش بيساعدنا. كفايه نصدر للناس النغمه دي، عشان النادي بيبقى من اسوأ ومن سيء لاسوأ عشان النظريات اللي احنا بنصدرها للناس ونظريات المؤامره. اظن كلنا شفنا اليومين دول بعينينا ان في مجموعه للهبوط، وكان في انديه هتهبط ومنها النادي الاسماعيلي، ولما حصل كده شفنا الكابتن محمود الخطيب الاسطوره وهو بيتدخل وبيمنع ان الاسماعيلي يهبط. الكلام ده ايه يا عم ريمو بتقولوا له؟ احنا مالنا بالاسماعيلي؟ ده شيكابالا بيقول الزمالك هو المظلوم. اصبر عليا، ما هو زي ما احنا شفنا في الموسم ده كده بالظبط سنه 2009 الزمالك كان هينزل درجة تانية واتلغى هذا الكلام ومنزلش واتجامل علشان يلعب تاني ويبقى موجود. يبقى مين اللي بيظلمنا؟ انا عايز افهم مين اللي بيظلم. طبعا الواقعة دي شهيرة ومعروفة وكل اللي بيتفرج عليها عارفها، واللي هيسأل ردوا عليه في الكومنتات عشان احنا مش فاضيين نضيع وقتنا في مهاترات. الحق واضح والباطل واضح، والحق باين والحلال باين والحرام باين، فكل شيء واضح، كل شيء واضح للناس. بس هي في ناس بتحب تقاوح وتحب الكابر وتحب ما تعترفش بغلطها وتحب تفضل كده ماشية وتعند في الغلط. في ناس كده معلش، فخليكوا على جنب بقى، ما تقعدوش تهلوا معانا وتحرقوا معانا بنزين، لان الدنيا خلاص واضحة جدا مين اللي طلب التحكيم الاجنبي. شفتوه ولا لا؟ ومين اللي طلب التحكيم المصري؟ ومين اللي تواطأ مع الاخرين على التحكيم المصري؟ لما احنا بنتظلم نقدر نقول كده ازاي؟ تحكيم مين اللي بيظلمنا؟ طب حضرتكم شفتوا عرضنا فيديو وعرضنا كل حاجة للأستاذ هاني زادة وهو بيقول لك على المجاملات والبلاوي اللي كانت في تقارير الحكام واللي كان بيشيلها ويشطبها من على نادي الزمالك. فين ده؟ فين الكلام ده؟ هو حضرتك يا كابتن شيكابالا بتتكلم في الوهم؟ بتحلم؟ بتاكل رز مع الملايكة؟
ما تاكلونا معاكم ولا تفهمونا معاكم بتاكلوا ايه ولا بتشربوا ايه عشان تقولوا الكلام ده، عشان تقولوا الكلام ده. احنا لسه طالعين من موسم صفري كله مجاملات وكله ضربات جزاء، وفي الاخر ما عملناش حاجه وعمالين بس نسقف ونلبس تيشيرت بيراميدز، واللي انت قاعد معاه بيقول لك انا بيراميدز وانا اشجع بيراميدز. شجعت بيراميدز يا اخويا، شجعت بيراميدز اللي خد مكاننا في الدوري وخد مكاننا في دوري الابطال. لعلمك رقم قياسي جديد يا كابتن شيكابالا، يا كابتن شيكابالا، يا اسطوره الزمالك، ويا كابتن ميدو، يا اساطير. رقم قياسي جديد. الزمالك بقاله 3 سنين لاول مره في التاريخ ما يلعبش دوري ابطال، واللي بيلعب مكانه 3 سنين لاول مره في التاريخ هو بيراميدز. ده بيراميدز اللي بتشجعوه كراهيه في الاهلي. لا 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 لا، انتوا ما بتحبوش نادي الزمالك، انتوا ما انتوا الزملكاويه، معلش انتوا ما انتوا الزملكاويه. لان الزملكاوي الاصيل اللي يحب نادي الزمالك يبقى فوق، يحبه. مش هقول لك يا اخي يبقى البطل. طب خلينا يا اخي في الوصيف ده، الوصيف ده لا ده انا هقول بقى الوصيف ده عملنا وبيراميدز خدوا منا. اللي بيقول وبيساعد نادي الزمالك هو اللي بيعترف باخطائه، زي انا كده بالظبط. طالع اعترف بالاخطاء. الاخطاء مش ان احنا محدش بيساعدنا، هو احنا عايزين نعيش كوره نبقى زينا زي اي فريق، ولا عايزين الناس تساعدنا والدوله تساعدنا وعايزين مجاملات عشان نطلع نعترف بالكلام ده؟ احنا لما نيجي نتكلم على اللي ينقصنا ان احنا عندنا ناس تبص بعين الصفقات ان الفلوس اللي بتدفعها تدفعها في مكانها، مش تروح تدفع فلوس في الارض وبعد كده تدفع غرامات للعيبه انت دفعت لها فلوس في الارض وما عندكش عين عشان تشوف صفقات، فتضيع كل مواردك حتى لو كانت قليله. المشكله مش في الموارد القليله، المشكله في اداره مواردك بتطلع تديرها ازاي. وهو ده اللي دايما بيفشل فيه نادي الزمالك. اللي بيفشل فيه نادي الزمالك اداره الالعاب، الصالات اللي معلهاش سبوت اعلامي على فكره، واللي ممكن كنت تطلع بينها ببطولات وكنا بناخد فيها بطولات. لكن مين خلاك الموسم ده ما بتاخدش اي بطوله؟ هل شفت في اي لعبه من العاب الصالات هل شفت اي مساعده للطرف الاخر وهو الاهلي؟ عشان ما نبقاش بنتكلم كلام فارغ. وهو الاهلي، هل شفت اي مساعده للطرف الاخر؟ ولا الاهلي بيكسب بطولات الصالات بيكسبها بمجهوده؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تصدروا للناس فكره ان احنا على طول مظلومين. فاللي يجي يقول لك طب انتوا ما بتأدوش ليه في الملعب؟ طب انتوا ما بتقاتلوش ليه زي الاهلي ويبقى عندكم روح للفانيلا؟ فتقعد تقول ايه؟ تجيب الحجج. فالحجج هي ايه؟ اصل احنا بنأدي وبنقاتل، لكن في طبعا اللي بيتدخل وجهات بتتدخل عشان تفشلنا، وكفايه كده وبصوا لنا. النادي الاهلي ما حدش بيساعده. النادي الاهلي عنده شركه كوره، النادي الاهلي عنده مصادر لامواله، وكلنا شفنا الفلوس اللي لسه داخلاله اكتر من 150 مليون جنيه عقود بس كده، اعلانات للعيبه هتعمل عنده اعلانات قبل كاس العالم للانديه، ده غير قبلهم 125 مليون وغيره 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 من موارد بتخش النادي الاهلي، غير اكبر شركه سيارات صينيه راح تتعاقد مع النادي الاهلي، غير كل الاموال اللي بتخش بشكل معروفه لانه بطل ولانه بياخد بطولات، مش لان حد بيساعده. انت بقى عايز تتساعد وانت ما بتاخدش بطولات، وانت مش موجود في الساحه، وانت مش موجود بتعمل اي حاجه لمجرد انك تتساعد وخلاص. كفايه تصدروا لجمهور الزمالك كلام يقعدوا يرددوه. من الاحسن انكم تشوفوا حال النادي وتعرفوا ممكن نطلع من الازمه اللي احنا فيها ازاي، وهو ده الزملكاوي اللي على حق.